السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا كده عذرا على التأخير وكمان التأثير الجامد الملاحظ في القناة. عايزة أقول لكم بقى يعني اعذروني. أنا كنت في سنة أنا كنت في وقت امتحانات، والسنة دي سنة تحديد مصير بالنسبة لي، يعني هي دي السنة اللي هتحدد مصيري بالنسبة لي أنا، تمام كده. فكان لازم ان انا اجتهد واعمل كل حاجة وكل حاجة اقدر عليها علشان خاطر ايا كانت ايه هي النتيجة وايه هي الحاجة اللي ربنا كاتبها لي ان انا اكون فيها، ابقى عملت كل اللي عليا وما بقاش حاسة بتأنيب ضمير ان انا كان في ممكن ان انا اعمل حاجة بس انا بديتها عن حاجة تانية. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا، فربنا يا رب كده يجعلنا يا رب كده راضيين بقضائه، وبأي حاجة يا رب ربنا يبعتها لنا ان شاء الله احنا راضيين بيها. وربنا طبعا ما بيجيبش الا كل خير. فكنت بقى مروحة من الامتحانات، اخر يوم في امتحاناتي بتاعت نص الترم، الشقة كانت زعلانة مني جامد والمطبخ كمان. قالوا لي وانتي مش اديتي حق الامتحانات؟ ادينا بقى احنا كمان حقنا. فانا وماما بقى مسكنا الشقه امبارح روقناها كانها ترويقه العيد، وظبطنا الدنيا نوعا ما كده وحاولنا نظبط الدنيا بتاعتنا. وبعد كده بقى دخلت على المطبخ بالليل. انا كنت هنام بس قلت لا والله ما هينفع، المطبخ وحشني مش هينفع اسيبه، خلاص بقى كده كفايه امتحانات وخلاص الامتحانات خلصت، مفيش حاجه بقى تمنعني عن المطبخ دلوقتي، على الاقل اليومين اللي هم الاجازه دولت اللي احنا واخدينهم، يعني احنا اللي واخدينهم، احنا اللي مدينهم لنفسنا، اما المدرسين بدوا اصلا من اول يوم خلصنا فيه. المهم بقى دخلت بقى كده وكان عندي بانيه. ماما كانت متبلاه، مش عارفه كنت متبلاه الصراحه، هي كانت متبله ببهارات الفراخ المشويه، تمام كده، بس انا مش عملتها فراخ مشويه، هي كيس البهارات كده بتتباع اسمها بهار الفراخ المشويه، بس انا عملتها بقى بطريقه تانية. بعد ما اتبلت كده، اللي عايزه اقول لكم الفراخ دي متبله بقى لها يومين ومحطوطه في التلاجة. جبت بقى عندي كده طبق فيه بقسماط، وطبق كمان فيه ميه، لاني ما كنتش قادره ان انا بقى اعمل الخلطات التانية وكده، وبعدين كنت يعني جعانه وعايزه اكل حاجه سريعه كده. فجبتهم وحطيت اول حاجه طبقه الفراخ، حطيتها قصدي الفراخ حطيتها في الفيجيتار في البقسماط، فاهمين انتوا، وبعدين من البقسماط للميه، وبعدين من الميه للبقسماط مره كمان، وخلاص كده خلصت كل الكميه بتاعتي. وعملت شويه رز بس انا ما صورتهمش، صورت الرز بقى عملت الرز بقى ازاي. عملت رز زي الرز كده البسمتي، وكمان عملت تاني وقليت بطاطس. كنت هعمل اندومي بس حسيت ان هو هيبقى الاكل يعني في رز وفي اندومي وفي فرق، لا حسيت ان هو هيبقى عك، فعملت كده وخلاص. وهم دول بس اللي انا عملتهم. وبعد ما خلصت الاكل كان في نيتي ان انا اصور، تمام، واصور لكم شكل الاكل، بس صراحه شكل الاكل ومنظري ما كانش يسمح، يعني انا كنت جعانه جدا، فقعدت بقى اكلت وما صورتش الصراحه. وبكده يكون انتهى اول يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم فيديو جديد، وباي باي. واستنوني بقى فيديوهات جميلة جدا في اليومين دول، هحاول اظبط لكم الدنيا وننزل فيديوهات ونصور فيديوهات. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة دعما ليا علشان ان شاء الله اكمل وتشجيعا ليا. وبس كده، مع السلامة، باي باي.